حبايبي حلوين، عاملين ايه؟ ان شاء الله نصلي من على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. تعالوا هنعمل معاكم طريقة وتتبيلة الفراخ المشوية مع بعضين كده، واكلة كده تاني يوم رمضان حلوة واقتصادية يعني. تعالوا نعمل بقى معاكم تتبيلة الفراخ المشوية. بشرة البصل في الكبة، وبرضو القوطة برضو ضربتها في الكبة، والفلفل السبايسي وعلى فلفل رومي كله في الكبة. خلاص تعالوا نشوف هنعمل ايه. وادي الفراخية غسلتها ونقعها بليمون وملح. دي صدور فراخ مقطعاها. الصدر مقطعاه اتنين عشان لما اجي اشويه يستوي معايا. خلاص يا بنات، خلاص يا ست الكل يلا نسمي الله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. السلك بتاع الشاحن ملخمني وانا بصور، شيلته بقى. خلاص ادي التتبيله اهي بقى. هنزل عليها بمعلقتين خل حلوين كده. حطي خل في الفراخ المشويه بتدي تيست حلو قوي، ما يهمكيش ما تخافيش مش هتأثر معاكي. وادي التوابل اهي، فلفل اسود، بهارات، توم باودر، بصل باودر، اللهم صل على النبي، ورق لورا وحباية مطحونين. هنزل عليهم بالمكونات دي كلها خلاص. وبعد كده هنزل بفنجان زيت كده صغير حلو عشان يطري الفراخ وايه يخليها فيها لمعة كده. خلاص يا بنات، خلاص يا ست الكل. ودي الفراخ بتاعتنا اهي. هشوفها بقى حلو وارجع لكم. وهضرب الخليط ده كله على بعضه اهو. بصوا شايفين، وهتطلع بقى فراخ جميلة. طلعت تحفة تحفة وطرية كده وحلوة يا بنات. يا ست الكل، وحاجة كده نضيفة وحاجة بيتي وانضف من بره بكتير بصراحة، وحاجة غسلها بايديكي وحاجة متبلها بايديكي. هتشتريها من بره بكام في الغلا والجو ده اللي احنا فيه؟ ربنا يرحمنا برحمته. بقى شفتوا قلبت التتبيلة كلها مع بعض اهي اهو يا بنات. لا اله الا انت سبحان اني كنت من الظالمين. اهو خلاص حطيت لها بقى اهي. بصوا التتبيلة بتاعتها تحفة تحفة. وبحط الزيت اهو، شايفين؟ حطي بقلب جامد ما تخافيش. كل ما تحطي توابل حلوة وتدي للحاجة حقها تديكي طعم وتديكي ايه نتيجة صح. خلاص شايفين. انا بقى هجيب الحتة حتة كده واتبلها واشربها من التتبيلة اللي انا عاملاها. غسلتها حلوة اهي وبقى وصفتها. وسلقت الصدر كده لماما عشان هي ايه معدتها تعباها. ما قالت لي لا مش هاكل مشوي. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ كم مرة قفلت لي كده مش عارف خلاص اهو. بصوا بمسك حتة حتة وايه واتبلها واشربها من التتبيلة كويس. وتسيبيها بقى ساعتين تلاتة عقبال ما تيجي تشوي. شوفي اعمليها اول حاجة وركنيها على جنب وسيبيها عقبال ما تعملي بقية حاجتك مثلا. ترجع لها هي في الاخر تفكري فيها تعمليها. خلاص وهي بتستوي على طول يعني ما تاخدش وقت. أو اذا كان في الفرن او على الجريلا من فوق مش هتاخد وقت معاكي طالما انت مفتحاها. اه شايفين. انا بقى ايه شربتها كده من التتبيله وهركنها على جنب عقبال ما اعمل بقيه الطلبات التانية وبقيه حاجتي. خلاص اه شايفين بقى التتبيله بقى بتلمع ازاي وشكلها حلو ازاي. والطعم كان احلى احلى وتحفه تحفه وحاجه فاخر من الاخر. يا بنات يا ست الكل. شايفه. نركنها بقى على جنب ونخش نعمل بقى ايه طبق بسله وشويه شوربه كده. مكرونه كده محمراها شوربه. واو حاجة بسيطة كده. كل سنة وانتوا طيبين. وتاني يوم رمضان، ورمضان ما شاء الله عليه جاي بيجري. خلاص اهو النهاردة بقينا كام فيه ما شاء الله عليه. والحمد لله على كل حال. حطينا قطعتين زبدة كده على معلقة زيت. وهنشوح البصلاية حلوة قوي يعني مش هنخليها تصفر كده يعني عشان ايه متبقاش محروقة وتخلي الدمعة ايه مرة. لا انا ايه هصفرها كده يبقى شكلها حلو وطعمها احلى. خلاص
اهو شايفين اهو. وهنسبك بقى البسلة اهو. الزبدة بتسيح بقى مع البصل قبل ما انا اضرب القوطة في الخلاط. مش عارفة اهو. بصوا بقى ريحة الزبدة وقوامها جميل. هي كده كفاية. احط لها معلقة صلصة اهو عشان يديلها طعم ولون احلى. اهو حطيت القوطة تتسبك اهي. نزلت عليها بمعلقة صلصة تحمرها كده وتخليها طعم حلو. او ما عندكيش عادي بقى او بابريكا، عندك اي حاجة متاحة عندك تتحط، بس اللي هي عند الحاجة الصح. خلاص نديها تقليبة كده حلو نسيبها تتسبك. خلاص اهو يا بنات. وبعد كده هنزل عليها بالبسلة اللي انا مفرزاها اهي معاكم ايه. واسيبها تتسبك على جنب كده في الاخر. وحاجة حاجة تتعمل معانا، وهنعمل بقى شوية رز وشوية شوربة وحاجة سهلة كده وبسيطة. والبسلة فككت معايا اهي. هديها بقى في الاخر شوية شوربة لو احتاجت، ما احتاجتش خلاص هتستكفى باللي انا تبلته بيها وخلاص. اهو شايفين اهو يا بنات. خلاص البسلة كده سايباها تتسبك. وادي شوية المكرونة الشربية هنعملها مع بعض. وحاجة كده حلوة وجميلة واكل خفيف. بقول لكم الزبدة دي زبدة كريستال حلوة. حلوة حلوة في الاكل والله بجد. انا جربتها وحلوة ما شاء الله تحفة. اه خلاص شايفة منها اهو. خلاص وشايفين بقى الزبدة دي بتخلي الاكل بقى ريحته ولون الاكل جميل ما شاء الله عليها. حلوة جربتها الزبدة حلوة يعني مضمونة مش وحشة. خلاص اه. اه كل شوية بقى نقلب في المكرونة التحمير دي عشان متطلعش واحدة واحدة ولا تتحرق مننا. خلاص يا بنات. خلاص يا ست الكل. ايوه الزبدة فكت. واحنا ننزل عليها بالشوربة ونركن على جنب بقى ونشوف هنعمل ايه تاني. اه اهو يا بنات. حطيت بقى عليها الشوربة بتاعت الفراخ اللي انا مقطعه عليها قوطة وبصل. واهو بقى جبت الجريلا ادهنها مادة دهنية من الزيت عشان انزل بقى اشوي عليها الفراخ. خلاص اهو. وهنجيب غطا بقى واغطيها شوية. الغطا ده كل ما تغطيها هيديها طراوة ويدي الفرخة اللي هي تستوي معايا كده تاكلها تبقى مستوية كده مش نية. عشان انا بعمل الفراخ المشوية دي نية زي الجاهزة بالظبط. خلاص اهو شايفين اهو. جميلة جميلة جربيها الطريقة دي وهتعجبك قوي قوي. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. يعود عليكم وعلينا الأيام بخير. والأيام جاية كتير وهنفكر في الأكل كتير وكل يوم هيبقى طبق شكل جديد مع أم أحمد وأنس. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي اهو. خلاص هي بقى الجريلا كده دي بتشوي الفراخ تحفة تحفة. بتخليها زي الجاهزة بالظبط. اهو شايفين. خلاص اهو. يلا نصلي بينا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. لو مش مشتركة بقى في القناة اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مع أم أحمد وأنس. خلاص دي بقى توابل البسلة. بهارات وملح ومرق الدجاج وفلفل اسود. بس كفاية كده مش هحط عليها اكتر من كده اهي. ونسيبها بقى تتسبك مع نفسها. ونرجع بقى نعمل شوية رز حلوين كده بشعرين فلفلين اهو يا بنات. او خلاص هو دي شكل الطبق في النهاية اهو. وتعالوا اتفضلوا معانا بألف هنا وشفا على عيونكم وعلى قلوبكم. مفيش بقى تسلم ايديك يا ام احمد.
اه، وقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات لو عجبكم الفيديو، حتى لو هتشاهدي 5 دقايق. وقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات، عايزة رأيكم جامد جامد في طريقة الوصفات اللي انا بعملها، حلوة ولا وحشة. اه، شكرا اوي اوي كل اللي بيشاركني ويكتب لي كومنت حلو، تسلموا ايديكم يا حبايب قلبي. متشكرة اوي اوي على وقفتكم معايا. خلاص، شايفين وادي شكل الطبق في النهاية، يا رب يكون عجبكم، مع السلامة.